سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لم بيوتي اي تي تي. فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على المقشر الاحمر ديال ذا اوردينري اللي معروف بزاف. غادي نهضر لكم على هذا المنتوج اللي بزاف ديال الناس كيعجبهم، ولكن بالنسبه لي انا ما عجبنيش نهائيا. دونك هذا الماسك هذا كندير هاد الشهر واحد الوقيته، دونك بغيت نشارككم معكم كتجربه شخصيه صريحه اللي كنت بكل صراحه سلبيه، وغادي نقول لكم علاش. اول حاجه، هذا هو مقشر كيميائي في احماض البي اتش اي والاي اتش اي. كيتقال عليه انه كينقي المسام، كيساعد على النضارات البشره، وكيقلل الاثار ديال الحبوب في نسبه عاليه من الاحماض. فيه ال PHA 2% و ال AHA 30%. علاش ما عجبنيش؟ ما عجبنيش حيتاش كيهيج البشره. حسيت بزاف على البشره ديالي. اول مره استعملته حسيت بالحريق في البشره وما قدرتش نخليه بزاف، يعني نورمالمون خصك تخليه واحد 10 دقائق، خليته اقل. ما عطانيش النتيجه اللي نستاهل. كنت كنسنى على الاقل شويه ديال النضاره او تحسن في المسام، ولكن ما لاحظتش فرق صراحه. بالعكس، خلى البشره ديالي ناشفه ومتهيجه. فيه خطوره للاستعمال العشوائي صراحه. هذا المنتج ما يصلحش لاي واحد، خاص يكون عندك تجربه مسبقه مع الاحماض وتكوني عارفه بشرتك مزيان. ما كيشجعك الصراحه على الاستمرار انك تبدي تستعمليه ديما. هو خاصك تستعمليه مره في الاسبوع، وخاصك تستعمليه غير في البرد وما تستعمليهش في الصيف. يعني مثلا الا شريتيه غادي تقدري ديريه واحد شويه في البرد، يدخل الصيف ما تقدريش تستعمليه. هو فيه 12 شهر كتسالي ليه مده صلاحيه، يعني ماشي شي حاجه اللي كتشجعك انك تستعمليها ديما. ما بقيتش باغيه نعاود نجربوه صراحه. خطيتو ما عاودش استعملته. كان عندي احساس انه غادي يكون مفيد، ولكن هو صراحه هو كيهد التوازن ديال البشره. ملاحظه مهمه، يمكن يعجب بعض الناس خصوصا اللي متعودين على التقشير الكيميائي، لكن بالنسبه لي شخصيا ما كنصحش به للبشره الحساسه واللي عندها اثار حب الشباب نشيط. راه ماشي لانه مشروع يعني مزيان للجميع. واش غنرجع نستخدمو؟ لا بصراحه بقى عندي كما قلت لكم في البلاكا وما درتوش من وقت طويل. كنفضل نستخدم مقشرات الطف، ماسكات طبيعيه اللي كتكون مفعوله ابطا ولكن امنه. كنعرف ان بزاف ديال البنات كيعجبهم، ولكن انا من الناس اللي ما توافقوش مع هذا المنتج هذا. ممكن تبقاو ديما واعيين ان كل بشره مختلفه، ماشي اي ترند خاصنا نجربوه. نتمنى تكون تجربتي فاتت شي وحده فيكم. خليو لي تجاربكم في التعاليق، وما تنساوش لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع اللي ناويين يشريوه.